السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة بإذن الله. زي ما وعدتكم كده ناخد مع بعض دراسة جدوى لتربية 50 كتكوت، كتكوت أبيض لحد عمر البيع. طبعا يا جماعة اللي عايز يجيب أكتر من كده، عايز يجيب 100، عايز يجيب 150، أنا هديكوا دراسة جدوى 50 كتكوت. واللي عايز طبعا يضاعف الكمية يضاعفها بنفس الأسعار اللي أنا هديها لكم. تمام. طبعا دلوقتي أسعار الكتاكيت عالية قوي، ربنا يرحمنا برحمته. بس انا هديكوا برضو لتمن الكتاكيت الموجودة انا في المكان عندي، وهديكوا سعر العلف برضو زي ما بجيبه. تمن الكتاكيت لو هنجيب 50 كتكوت، 50 كتكوت في 20 جنيه ب1000 جنيه. طبعا يا جماعة هيقولوا لي ناس لا ده كتكوت اغلى من كده، ده مش ب20 جنيه، ده ب22، ده ب23. انا هعمل حساب لكده وفي الاخر هظبط فلوس بزياده لتمن الكتاكيت. بس خليكم معايا على ان الكتكوت ب20 جنيه، تمن الكتاكيت 50 في 20 ب1000 جنيه. تمام. تمن العليقه اللي الفرخه هيستهلكها لحد عمر البيع، تمن العليقه الفرخه هياكل معايا 3 كيلو ونص عليقه لحد عمر البيع، اللي هيديني متوسط وزن من 2 كيلو وربع ل 2 كيلو ونص، مش هيقل عن كده يا جماعه. طبعا الاوزان بتبقى متفاوته، فبس مش هيديني اقل من كده اوزان، وطبعا ممكن يزيد ل3 كيلو الا ربع، وكمان 2 كيلو ونص، معظمهم يبقوا كده. تمام. فكده ال50 فرخ هياكل معايا 3 كيلو ونص في 50 فرخ، هيدينا 175 كيلو علف. يعني 3 شكاير ونص علف، 3 شكاير ونص علف في تمن الشكارة. الشكارة عاملة 1080. ده العلف اللي موجودة عندي في المكان. الشكارة عاملة 1080، 1080 جنيه. شكارة 50 كيلو يا جماعة، والصغيرة اللي هي 25 كيلو بتبقى عاملة 540. فأنا مدياكوا تمن الشكارة الكبيرة اللي هي 50 كيلو 1080 جنيه. يبقى 3 شكاير ونص عليقة في 1080 عاملين 3780، ودي تمن العليقة المستهلكة لل50 كتكوت. يبقى تمن العليقة خلاص عرفناه. تمن الدواء بقى 250 جنيه. تمن الدواء جرعة كوكسيديا، جرعة تحصين، جرعة مضاد سموم، كوليستريديا، كل الحاجات ديت هنحط لها 250 جنيه. وطبعا احنا كده مزودين كمان في تمن الدواء، بس خلينا كده ان احنا نحط بالزيادة احسن ما تبقى يعني ناقصة معانا ونقول لا ده احنا كده احنا مقللين في الميزانية. تمام. كمان ندخل على بقى التدفئة والكهرباء، سواء بتدفي باللمبات او بتدفي بالغاز. ايا كان الطريقه اللي بتدفي بيها الكتاكيت بتاعتك، انا برضو هنحط لها 250 جنيه. طبعا انت لو بتربي في بطاريه يا جماعه هتوفر معاكي اللي هو التدفئه ديت، هتقل معاكي كتير، هتحط لها مثلا 100 جنيه تدفئه بس وخلاص. لكن طبعا عشان لو بتدفي بالغاز وكده، يبقى تمن التدفئه 250 جنيه. طبعا انا اوريكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تربيه الفراخ البيضه في البطاريه. طبعا بتبقى موفره جدا من الحاجات دي، كمان بتوفر معاكي كمان الفرشه والعلافات هنحط لها 250 جنيه. 250 جنيه للنشاره اللي بنجيبها نعملها فرشه للفراخ. والعلافات لو جبتي علافات، طبعا انت برضو لو بتربي دورات قبل كده يا جماعه هتوفري في العلافات، لانك هيبقى عندك علافات قبل كده بتاعه تربيه دورات قبل كده. هتكلفي بس على الفرشه اللي هي النشارة. وطبعا لو في بطارية زي ما بنقول، لان تربية البطاريات دلوقتي انضف بكتير يا جماعة، ولا بتحتاجي لها فرشة ولا اي حاجة، وهوريها لكم في الفيديو ان شاء الله. فبتبقى موفرة بالنسبة لك عن شراء النشارة دي. تمام. والعلافات زي ما قلنا بتبقى موجودة عندك، فبتوفري معاكي في العلافات والفرشة. فحطينا 250 جنيه فرشة وعلافات. كده إجمالي التكلفة عندنا من تمن الكتاكيت والعليقة والتدفئة والفرشة والعلافات كله الإجمالي 5530. 5530 ده المصروف عليهم يا جماعة. تمام. نيجي بقى نقول ان حصل نافق معانا حوالي 3 فرخات. طبعا ال100 فرخة يا جماعة عليهم 3 فرخات. 3 فرخات دول اللي بنعتبرهم نافق بالنسبة لنا، بس انا هحط على ال50 كتكوت 3 فرخات اللي هم 8 كتاكيت ماتوا معاكي من الدور. تمام. يبقى هيتفضل معانا 47 فرخة عند عمر البيع. طبعا ال47 فرخة دول هيدونا متوسط وزن حوالي 2 كيلو 350.
2 كيلو ونص في 2 وربع، هنعملها 2 كيلو 350، يبقى ادونا 110 كيلو لحم في تمن البورصة بتاعت الفراخ. طبعا بورصة الفراخ دلوقتي يا جماعة 75، فاحنا لا، احنا نضربها في 70 هتدينا 7700، وننقص منهم اللي احنا صارفينه اللي هو 5530، هيعطونا 2170 جنيه. ده المكسب يا جماعة. هتقولي لا ممكن تبقى البورصة تنزل، خلينا نضربهم في 65 تمن الكيلو في البورصة وقتها، وطبعا عمر الكلام ده ما هيكون. 110 في 65 هيدوني 7150، هيطلع لنا لما نطرح المكسب ده من ده هيطلع لنا برضو 1620 اللي احنا صرفناه في تمن البيع اللي احنا بعناه 1620. هنرجع نشيل تمن الكتاكيت اللي بزيادة، نحط لها كمان 200 جنيه. طبعا كده المكسب، خلينا في المكسب القليل اللي هو على 65 جنيه، يبقى مكسبنا 1620 جنيه يا جماعة. هنشيل منهم كمان اللهم صل على النبي 200 جنيه زيادة في تمن الكتاكيت. لو الكتكوت حتى على 24 جنيه هنشيل منهم 200 جنيه، يبقى انا مكسبي 1420 جنيه في 50 كتكوت. فالحمد لله كده برضو مكسب كويس يا جماعة. في 50 كتكوت انتي هتضاعفي الكمية، يبقوا 100 كتكوت هتكسبي برضو فيهم هو 1800 جنيه 1900 جنيه. وده كله يا جماعة بيرجع للاهتمام، وعلى حسب اهتمامك بالتربية والوصفات والخلطات اللي بنعملها. وان شاء الله هقدم معاكم على القناة وصفات هنعملها مع بعض ترفع وزن الفراخ البيضة معاكي في اقل وقت ان شاء الله، وتعطي معاكي موازين حلوة. بس تابعيني ان شاء الله على قناتي ديت، وان شاء الله هتعجبك وهتهتمي بيها وبطيورك وهتبقى حلوة بإذن الله.